سكر ولا في حد راح ولا جه، وقعدنا نلف بقالنا ساعه. عندنا جيش قسما بالله ما حد يقدر عليه. ازيكم يا حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير. دلوقتي يا حبايب قلبي احنا مش هنخلص من الوش اللي انا فيه. سكر اختفى تاني، مش عارف اقول ايه بجد. الريكورد اللي اتبعت لي على الواتس من المسيري ازاي يروح راس البر وازاي عرف الطريق. اسمعوا الريكورد كده. يا عم سهر، عمال برن على تليفونك من ساعتها مقفول. انا اصلا شفت سكر كان موجود لوحده وراكب عربيه من الموقف تقريبا رايح راس البر، بس انا كنت مع مراتي فما عرفتش اكلمه ولا عرفت اشوفه اصلا، ما لحقتهوش. فبعد اذنك اول ما تليفونك يتفتح ترن عليا. زي ما انتوا سمعتوا الريكورد ده يا جدعان، قسما بالله يا اخواتي، قسما بالله انا تعبت، والله تعبت. نفسي اعمل لكم فيديوهات تفرحكم واوزع عليكم جوائز واعمل لكم حاجات كتير جدا جدا حلوه عشان انتوا حبايب قلبي والله العظيم. ان شاء الله اروح راس البر حالا والاقي سكر ونعرف نجيبه تاني ونسال الناس هناك عليه وان شاء الله نوصل له. بس احب اقول لك يا مسيري، انت كنت المفروض شفته وبيركب عربيات تسيب اللي في ايدك. انا اسف يعني الجماعه كانت معاك او ما كانتش معاك، كنت تسيب اللي في ايدك وروح هاته. انت عارف ان دي مشكله، بس خير وشكرا انك قلت لي. لو حد شافه بالله عليكم في اي مكان يبعت لي يصوره ويبعت لي او يبعت لي على الانستجرام، اللي هيلاقيه والله ليه جايزه كبيره جدا. فاخواتي هو قلب السرير زي ما انتم شايفين كده، رمى الملايه كده، فتح الشباك ونط العاده بتاعته. بس ده ولا معاه فلوس ولا معاه ولا يمين ولا شمال، مش عارف هيروح فين ويجي منين. كتروا عدد اللايكات على الفيديو ده على قد ما تقدروا. انزل دوس لايك دلوقتي على الفيديو ده عشان نعلي لايكاته ونعرف نجيب سكر، والفيديو يلف 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 اليوتيوب كله. عندنا جيش قسما بالله ما حد يقدر عليه. ان شاء الله اخواتي هنلاقي سكر ونبدا نعمل لكم فيديوهات جميله جدا، بس يا رب يا رب نلاقيه. ادعوا لنا يا اخواتي بالله عليكم. هرن على الرجاله طبعا اللي هتمشي معايا ونروح نجيبه ان شاء الله. يلا يا اخواتي. يا اخواتي دلوقتي احنا وصلنا راس البر وفي وسط الناس والعماير، بقالنا اكتر من ساعه بنلف على سكر مش لاقيينه خالص. انا وبحي وكيشو تعبانين ورب المعبود بقالنا كتير بنلف. انت متاكد اللي هو هنا؟ ايوه يا ابني، اللوكيشن يا جدعان اتبعت لي على المكان، وهو اصلا انا ركب ازاي ووصل هنا انا ما اعرفش، بس اللوكيشن اتبعت لي وصوره مبعوته لي وهوريها لكم دلوقتي. هو ده الشط اللي انت جايبه منه صح؟ ايوه يا ابني، هو ده اللي جيت في نفس المكان. فاحنا دلوقتي يا جدعان احنا المفروض نلف في وسط الناس، لان هو اكيد مش او نشوف على الشط مثلا. نشوف لو بيحب البحر تعالى نشوف على الشط. طب تعالى يلا جاوب بالسلامه على سكر. انت ما تفرشش ما تاكلوش. والله باكلهم عشان الاكل يا عم. ده انت مش بتاكلوا، لو بتاكلوا دراي فود ما كانش سمك ومشي. يا عم ده احنا حرام عليك يا اخي، ده حقه يا عم. انا ههرب. مالي يا انت واخد الراجل من راس البر تجوعه. وهنا يا حبايب قلبي قعدنا نتغدى شويه عشان نكمل لفه على سكر، وان شاء الله ربنا يقدرنا ونلاقي سكر. ادعوا لنا يا حبايب قلبي كتير بالله عليكم. يعني احنا بقالنا كتير وقسما بالله بندور عليه زي ما انتم شايفين كده. الناس دي جايه معايا من المحله، بقالنا كتير عمالين ندور عليه والله العظيم. ان شاء الله نلاقيه ان شاء الله. احنا دلوقتي هنطلع ندور عليه على البحر يا جماعه، ادعوا لنا بالله عليكم. طبعا يا جدعان احنا جينا دلوقتي عند البحر وقعدنا نلف في كل حته، وانا طبعا مش عايز اصور لكم كل حاجه بتروح وتيجي علشان ما اطولش عليكم الفيديو. بس احنا دلوقتي البحر قدامك اهو، ولا في سكر ولا في حد راح ولا جه، وقعدنا نلف بقالنا ساعه بنلف عليه. حتى الناس اللي كانت معانا زهقت ومشت. احنا دلوقتي هنرجع برضه الشقه اللي احنا قاعدين فيها وندور هنا وندور هنا لحد ما ان شاء الله نوصل. كده الناس على الحي ودور وراك كده ودور في الكافيتريات، مفيش حد برضه يا جدعان، مفيش حد برضه ولا جوه ولا بره ولا هنا على الكافيتريا حد. بصوا يا جدعان، رب المعبود البحر بيخوف يعني، رب الكعبه بيخوف. هنعمل ايه؟ والله ما اعرف والله. وتعالى نلف بقى في العماير التاني، اصل كده ما مش على البحر لفينا كتير والله. الصبح بالليل. تعالى معلش هنعمل ايه بس. يلا بسرعه. طب يا جدعان دلوقتي احنا لمينا الشنط وجالنا تليفون حالا ان سكر في المحل. رب المعبود اللي عمل كده وبعتني على هنا بقصد، رب الكعبه ما هيحله والله ما هيحله. لمينا الشنط يا عم سيبها لله. لمينا الشنط دلوقتي يا جدعان وهنروح على المحل ونعرف بقى الموضوع ده ازاي. يلا